نفسك ماما كنافه يوصل لفين؟ نفسي ماما كنافة تكون بكل مصر، بكل محافظة، بكل مدينة تكون موجودة. انت شكلك بتحب مصر قوي. قوي. صح كده؟ صح. بخير، ازي حضرتك؟ تمام، الله اخبارك ايه؟ يسلمك يا رب، الحمد لله دايما يا بخير. رب. الله ايه هو يسلمك. ماما كنافه؟ من اين جات لك الفكره بتاعتك؟ ماما كنافة اجت فكرة لما اجيت على مصر، وعلى اساس كانت بنتي بدها تدرس بالجامعة، تمام. فقعدنا بعد شهر شهرين كانوا جعبالهم ياكلوا كنافة، فدورنا على كذا محل انه يعمل الكنافة بس على طريقتنا احنا مش الطريقة المصرية، فما اشمعنى لقينا. بتختلف عن الطريقه المصريه؟ ما بعرف، بس طعمتها هي نكهتها احنا متعودين عليها غير النكهة المصرية. اكيد طبعا. يمكن احنا الاكل بيفرق، يعني هو كل بلد تعمل الكنافة بس كل بلد لها طريقة خاصة فيها. صح. هل الكنافه الاردنيه قريبه من الكنافه المصريه؟ قريبة قوي. قريبة. نفسك ماما كنافه يوصل لفين؟ نفسي ماما كنافة تكون بكل مصر، بكل محافظة، بكل مدينة تكون موجودة. انت شكلك بتحب مصر قوي. قوي. صح كده؟ صح. تمام. وماما كنافة بقى عندها أنواع كتيرة من الديزرت زي التشيز كيك والتارت تشيز والكوكو بوم، وشكل الحاجات فعلا عندها خطيرة. ويلا بينا نشوف ماما كنافة هتقدم لنا ايه. وأول حاجة هنجربها من عند ماما كنافة وهي الكنافة. عايز أقول لكم إن ماما كنافة الكنافة بتاعتها مميزة جدا، هي مقاربة للمصرية. بص حشو الداخلي بتاعها عامل ازاي؟ دي كنافة بالنوتيلا، تجوع بجد. تاني حاجة بقى هنجربها وهي الكوكو بوم. تعال نشوف ايه هو الكوكو بوم ده. كوكو بوم بقى مليان مارشميلو. الكوكو بوم بقى هو شوكولاتة بيتضاف عليه لبن سخن، طعمه زي الهوت شوكليت بالظبط. هو اختراع جديد بس حلو. تالت بقى حاجة هنجربها وهي التارت تشيز. بسم الله. عايز اقول لكم ان المكان ده يستحق الدعم بجد، لانه احسن من براندات تانية كتير، لان حاجته فعلا رهيبة جدا. وهستناكم بقى تجربوا ماما كنافة وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. ايه اللي ماما كنافة هتقدمه لنا في رمضان؟ هقدم حلويات أردنية وممكن تكون مخلوطة بنكهة مصرية. ايه اشهر حاجة عندكم في الاردن شبيهة لمصر؟ هلا غير الكنافة في عنا القطايف. عندكم قطايف في الاردن؟ عندنا قطايف هلا. تمام، شكرا.